يا أهلا بيكم. النهاردة هنحلل مع بعض قصة مأساوية جدا، فيها حزن وخيانة وسلسلة أحداث مدمرة بتجر بعضها بشكل خارج عن السيطرة تماما. يلا بينا نفصص المأساة دي ونشوف إيه اللي حصل. القصة بتبدأ في عز لحظة حزن صافي ومفيش فيه أي حاجة تانية. بس للأسف الحزن ده بيتحول لسم لما بيظهر اتهام قاسي جدا بيقلب كل حاجة. طيب القصة دي عن مين؟ عن مناليزا. بنشوفها في الأول وهي غرقانة في حزنها على خالتها اللي ماتت. خالتها دي ما كانتش مجرد خالة، دي كانت زي أمها بالظبط. لكن لحظة الحزن الخاصة دي ما بتكملش، بتتكسر على صخرة الواقع لما فجأة تلاقي ولاء بنت خالتها في وشها، وبتواجهها اتهام حرفيا بهزها من جواها. ولاء رمت الاتهام في وش مناليزا على طول: انتي السبب في موت أمي. قالت لها ان الضغط النفسي اللي أمها عاشت فيه بسبب أزمتك المالية هو اللي موتتها، خصوصا وإن مناليزا كانت مختفية ومحدش عارف يوصل لها. هنا بقى الموضوع مش مجرد اتهام وخلاص، ده انهيار كامل في التواصل بينهم، شرخ كبير قوي سببه سوء الفهم. ووسط العاصفة دي كلها بيظهر خالها اللي هو كبير العيلة وصوت العقل، بيتدخل عشان يهدي الدنيا، بيقول لها ان الاعمار دي بتاعت ربنا، ويطمنها ويأكد لها ان خالتك لو كانت عايشة كانت خالتك في حضنها وسامحتك من غير حتى ما تفكر. طيب تعالوا بقى نسيب المشهد ده ونروح للجانب التاني من الحكاية، الجانب اللي فيه مصدر كل المشاكل دي، طليق مناليزا، حسن اللي كان في الوقت ده قاعد بيرسم شبكة من الخداع والمصايب في السر. القصة هنا بتقدم لنا حسن على إنه هو الشيطان الأكبر في الحكاية، الشخصية الشريرة الأساسية، شخصية مفترسة ما بتشوفش في الناس اللي حواليها غير مجرد أدوات، مجرد وسيلة عشان ياخد منهم فلوس وبس. وشره ما كانش واقف عند مناليزا وبس، لا، ده كان ممتد لكل اللي حواليه. يعني بنشوفه وهو بيخطط يبتز الراجل اللي أذى أخته، وفي نفس الوقت بيتفق مع صاحبه عشان يوقع أخت صاحبه دي في شباكه ويسحب منها فلوسها واحدة واحدة. والجملة دي بتلخص فلسفته كلها، فلسفة الاستغلال والسخرية، بيعترف بيها لصاحبه بكل بجاحة. هو فاهم الستات عاوزة تسمع ايه بالظبط، وبيستخدم الفهم ده سلاح فتاك بيصطاد بيه ضحاياها. وهنا بقى العالمين دول، عالم مناليزا اللي غرقان في الحزن، وعالم حسن اللي كله مؤامراته ومصايب، كانوا خلاص على وشك يخبطوا في بعض. مواجهة كانت حتمية ومصرية. الخال من منطلق إحساسه بالمسؤولية والعدل قرر إنه لازم يواجه حسن وش لوش. الموضوع ما كانش عشان حقوق مناليزا بس، لأ، ده كمان عشان حق ابنها اللي لسه ما جاش الدنيا، حتى لو ده معناه إنه هيحط نفسه في خطر كبير. مناليزا كانت مرعوبة من حسن ومن أهله، بس بالرغم من كل الرعب ده رفضت تسيب خالها يروح لوحده، وده قرار يبان فيه قد إيه هي شجاعة وعندها ولاء. القرار ده هو اللي فتح الباب على أكتر فصل مأساوي في الحكاية كلها. واللي حصل بعد كده كان عبارة عن دومينو، انهيار متصارع للأحداث. سلسلة من الرعب والإهانة بدأت وما توقفتش. أهم حاجة هنا نركز فيها هي إزاي كل مصيبة كانت بتجر المصيبة اللي بعدها بشكل مباشر وكارثي. المواجهة خرجت عن السيطرة بسرعة رهيبة. أول حاجة، الضربة كانت نفسية. حسن وأمه يرموا عليها اتهام كذب بالخيانة عشان يكسروا سمعتها قدام خالها اللي هو سندها الوحيد. تاني حاجة، حسن يستغل الموقف ويعلن إنه بيردها لعصمته. ده كان استعراض قوة وإهانة في نفس الوقت. وبعدها يروح حابسها في الحمام عشان يهزلها تماما. تالت حاجة، الإهانة العلنية. الخال الراجل الكبير بيطردوه من البيت قدام الجيران كلهم، مشهد بيكسر أي هيبة وأي كرامة. رابع حاجة وهنا الكارثة الكبرى،
الراجل من الصدمة والإهانة اللي شافها بيقع يموت في الشارع لوحده، وبكده آخر خط دفاع عند موناليزا انهار تماما. وخامس حاجة، وهي في قمة انهيارها ووحدتها، حسن بيجبرها تمضي على ورقة تتنازل فيها عن كل حقوقها المادية. يعني الموضوع ما كانش صدفة، لا، دي كانت ضربات ورا بعضها محسوبة بالملي عشان يجردوها من كل حاجة، من أي سند ومن أي كرامة. ويا ريت المأساة وقفت على كده، لا، القدر كان لسه عنده لمسة أخيرة كلها سخرية. موناليزا وهي خارجة متدمرة ومهزومة بتلاقي في وشها علياء أخت حسن، وبتعمل إيه؟ بترمي عليها اللوم كله في الفضيحة اللي حصلت. موناليزا في لحظة يأس خلاص وصلت لآخرها، زقت علياء عشان تبعدها عنها. علياء وقعت، راسها اتخبطت في حرف ترابيزة وماتت في ساعتها. حادثة مأساوية وما كانش مقصود بيها أي حاجة، بس زودت كارثة على الكوارث اللي كانت فيها. وبكده اليوم اللي بدأ بحداد على شخص واحد انتهى ب3 جثث، حرفيا 3 ميتين في يوم واحد، وكوم من المصايب فوق بعضها. انهيار كامل بيسيبنا في الآخر قدام سؤال واحد مفتوح ومخيف. طيب وبعدين ايه اللي ممكن يحصل بعد كل ده؟